السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال جميعا؟ هذا فيديو قصير، حابة اني اتكلم في موضوع بصراحة لي مدة افكر فيه ومضايقني وشاغل تفكيري. ممكن تفهموني غلط على فكرة، وانا يعلم الله انه نيتي سليمة، ما اقصد اي احد في كلامي ده، مجرد فضفضة، مجرد حاجة شفتها وتكررت واستغربت منها، حاجة ما لها معنى وما لها تفسير. بصراحة أنا بصور الفيديو ده وأنا متضايقة شوية، ممكن الكلام يطلع ملخبط وممكن أنفهم غلط، بس أنا مو نيتي إني أقول حاجة أزعل فيها أحد. أنا لي مدة ملاحظة إنه في ناس بتدخل قناتي تتفرج على الفيديو اللي بينزل جديد وبيطلعوا. الشيء الغريب في الموضوع مش إنهم يدخلوا يتفرجوا، الشيء الغريب إنه الناس دي ناس بتعرفني وأعرفهم كويس. صح، هذا الشيء سبق وحصل وسبق وتكلمت عنه، بس ما توقعت كده، ما توقعت إنه العدد يكون كبير كده. يعني كل دي الناس بتعرفني يدخلوا يتفرجوا وبيطلعوا. طيب يا جماعة، فين الغلط لما تكتبوا لي في خانة التعليقات أنا فلانة اللي تعرفيني وأعرفك ومن زمان افترقنا وما رجعنا مرة تانية اتقابلنا، لقيتك بالصدفة في اليوتيوب، حبيت اني اتابعك باشتراك او بدون، حبيت اني اشوف انت ايش عندك، ايش بتقدمي. انا كان فيه كم شخص انا كنت شاكة، لكن اتأكدت. صراحة مستغربة من الفكرة نفسها. يعني فين الغلط؟ اتكلموا، طيب عرفوا عن نفسكم. فين الغلط لما تكتبي لي انا فلانة؟ كنا زميلات في المرحلة الثانوية ندرس مع بعض. او مثلا تقولي أنا اللي كنت أشتغل معاكي كنا زميلات عمل. أو مثلا أنا شخص أنتي بتعرفيه من سنين، أيام ما كنتي عايشة في شمال جدة، دخلنا بيتكم ودخلتوا بيوتنا وأكلنا سوا وجلسنا سوا وضحكنا سوا. ما أعتقد أنه غلط. أنا مثلا لو إنسانة أعرفها عملت قناة أو حساب في تيك توك أو انستغرام أو سناب وعرفت هي مين، شيء طبيعي هقول لها يا فلانة ترى أنا نفس هذيك البنت اللي تعرفيني، وما توقعت إنك صرتي يعني شخص عنده يعني منصات في التواصل الاجتماعي. الدنيا كلها الآن عندها منصات، يعني كل الناس عندهم انستغرام وتيك توك وسناب حبيت أكتب هذه الكلمتين. أنا إنسانة عفوية جدا جدا فوق ما تتخيلوا، وطول عمري اللي على قلبي على لساني. في أخت كنت أشتغل معاها قالت لي أنت مو بس اللي على قلبك على لسانك، ده أنت حتى اللي على قلبك بيبان على وشك، على ملامح وشك، شكلك يتغير، يبان عليك فيه شيء. إيش ده؟ في واحد نفس الطاقية.
ممكن أكون اتكلمت بانفعال شوية. أنا نيتي صافية والله العظيم، أنا بس مستغربة من عمايل الناس. ترى يعني ما أعرف، في حاجة بسيطة تكشف لي كل حاجة. ترى مو سر يعني واحدة سوت قناة وتعرفيها ودخلتي اتفرجتي عليها، مو سر يعني، أنا مو حاجة خبيتها عن الناس، هذه قناة عامة. أنا عن نفسي لو في شخص أعرفه سوى قناة ولقيت قناته هدخل عنده وأقول له ترى أذكرك بنفسي، ترى يعني مثلا الفترة اللي أنا غبتها دي مثلا كان فيه ظروف تمنعني إني أخرج من البيت أصور. في هذه الفترة بدأت تتكشف لي بعض الأشياء وقبلها كمان. بتكلم بكل هدوء الآن. أنا كنت منفعلة بالفيديو اللي من شوية ده، الآن بتكلم بشوية هدوء. الموضوع كله بسيط يعني، ما يستاهل لا انفعال ولا غيره. الآن ممكن كلامي ده ينفهم غلط. ممكن يكون واحدة من الحاجات اللي بتضايقني، ليش هذا الموقف دائما يتكرر معايا؟ ليش دائما اللي يعرفوني لما يلاقوني على السوشيال ميديا ما بيقولوا نفسهم يعني البنت دي بنعرفها احنا، ليش ما نقول لها اي شيء، نكتب لها اي شيء عادي كنوع من الدعم، ما في اي شيء يعني. واللي ما يبغى يكتب عادي، بس الفكرة يتكرر معايا، هذا الشيء يتكرر كثير. عموما أنا لازم أمشي الآن خلاص، يعني هرجع البيت. وأنا يعني أنا آسفة جد لو أحد فهم كلامي غلط، بس الناس المقصودة أكيد هتفهم يعني الكلام عليها صح. الناس المقصودة لو فهموا الكلام عليهم هيفتكروا إني بعلن الحرب عليهم، والموضوع أبسط من كده. الموضوع تافه جدا، بسيط جدا، ولا إعلان حرب ولا شيء. أنا إنسانة مسالمة. مع السلامة يا جماعة. إن شاء الله الفيديو يكون خفيف لطيف، يعني ما يكون يعني حاجة أنا ماشية في الشوارع كده بلف وبتكلم وحاسة محتاجة أتكلم. كان ممكن أصور الفيديو ده في البيت، بس بصراحة لا، أتكلم وأنا برا أفضل.